بتحب المصري ولا المستورد؟ تليفونك مش سخنه من جوكس، بس الحلقه دي هي اللي سخنه. ازاي شركه بقالها اكتر من 50 سنه بتعمل اكتر من 150 منتج وبتصدر بره ولسه مش منتشره في مصر؟ سلسله جديده هنحفر وندور فيها على الهيدن جيمز، او بالعربي الجواهر المخفيه لو انت خريج احمد بهجت زي منجوم. شوكو سيري هحكي لك قصتهم في اخر الفيديو، تدلعوا عجب. توكلنا على الله. سيريال كرات ويفر متغطيه بالشوكولاته وجوز الهند، ما انبهرتش. محشيه بكريمه الكيجو، بدات تشعر شكل الكوره. بسم الله. ويفر هاش 100 جوز هند محترمه، كريمه كتير، سكر مظبوط، بدايه مقبول. بس تفتكر الشوكولاته الدارك بتاعتهم هتظبط ولا هتخيش؟ قال لك سواري. ويفر محشي كريمه بندق ومتغطس في الشوكولاته الدارك. شكل البار. يا نهار ابيض. طعم ويفر ما دقتوش من ايام الشمعديه، طعم شوكولاته استك. خطفتني الدارك. قرب بقى كده من جوكس بي كلوز. شوكولاته محشيه ويفر مع سعر غريب شويه. حاطين اللوجو بتاعهم عليها. اسمع التركيب اللي مسيطر على الموقف. شوكولاته حاضنه شويه ويفر من جوه مع جوده لذيذه للاثنين، قيمه مقابل سعر. يونيلا شوكولاته سبريد بالبندق عادي، بس المعلومه الغريبه ان نسبه البندق في البرطمان ده 20%. لما دورت وذاكرت لقيت ان كينج الشغلانه بيحط 13%. الطعم يا حبوب، عايزك تحط لي غطا من هنا. ما تفاجئنيش بالشوكولاته مره واحده. القوام بتاعها كريمي، هو الملمس بتاعها قريب جدا منها. طعم بندق لذيذ، والسكر في الاثنين تقريبا واحد. دي المحتار. شويه ويفر فانيليا. سيريال الجزء الثاني، ويفر مقرمش محشي كريمه فانيليا. ريحه فانيليا هبت. ده شكل الويفر. الويفر ناعم بس في نفس الوقت مقرمش، وحشوه الفانيليا في البريميوم منه. كده نكون اكتشفنا جوهره جديده في السوق المصري. قال لك الشركه دي موجوده في سوريا من سنه 1968. بداوا في مجال الشوكولاته وصناعه الحلويات، وفضل جيل يسلم جيل وشوكولاتايه تسلم شوكولاتايه لحد ما استقرت في مصر من 20 سنه. بس السؤال المهم برضه، انت ليه مش منتشر في مصر؟ انا عرفتهم عن طريق واحد صاحبي، وصلت لهم من خلال صفحتهم، وليهم منفذ بيع في مصنعهم. اكتبوا لي في الكومنتات اي منتج او اي شركه يعملوا حاجه بجوده محترمه ومش منتشره. اسيبك كمان جوكس تقلب في منتجاتهم.